بعد الحسين في كربلاء أول اسم يأتي اسم العباس وإخوته بعد أبي عبد الله مباشرة، مقام ومنزلة، وهذه المنزلة تنعكس على أمهم. الأم كانت مهمة عند العرب مثل الأب، يسألون عن الأم، ابن من هذا؟ فلما تقف امرأة أمامهم أو يقف شخص أمامهم فيقولون ابن من هذا يقال هذا ابن أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية. هذا شأن لو مو شأن، هي أهمية لو مو أهمية. وهي التي قدمت هذه الذرية، قدمت هؤلاء أفلاذ كبدها فداء للحسين. ويقول بشر ابن حذلم لما اجيت إلى المدينة وأنا على الحسين، يقول لما اجيت إلى المدينة هذا الموقف خلد أم البنين. ترى الموقف، الإنسان مواقف، تسمع موقف واحد لشخص واحد يخلد مئات السنين آلاف السنين. هذا هو الذي فعل كذا في هذا المكان، فلان فعل كذا. هذه المواقف مقام. شوف القرآن شو يقول؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام، موقف، يعني إلى موقف هناك. هذا الموقف إلى أثر، هذا الموقف إلى دلالة ودلائل ونتائج وآثار. هذا الموقف لأم البنين مو فقط موقف أم على أبنائها أبدا، ولا الأمهات كثر، المفجوعات كثر في كربلاء. لكن شنو الفرق بين أم البنين وغيرهم؟ أن أم البنين لما تشوف تقف هذا الموقف من قضية الحسين، تقف هذا الموقف في عاشوراء، تقف هذا الموقف من أبنائها، يعني أبناء وما عندها غير دول الأربعة، يعني كلهم راحوا، ما بقى أحد، الكل راحوا. هذه خصوصية. تشوف في هذا الموقف أم البنين لا تقول أن هؤلاء ذهبوا فداء لأخيهم، لا، هؤلاء ذهبوا فداء لإمامهم، ولذلك لا تسأل عنهم. شو يقول الشاعر؟ يقول هداك الله يا هناعي علي من دارت الأقدار، ياهو بكربلاء مرمي وراسه على الرمح يندار. إذا عندك حاجة الليلوية أم البنين هداك الله يا هناعي علي من دارت الأقدار، ياهو بكربلاء مرمي وراسه على الرمح يندار. طرت هالجمع والقوم وقامت بيدها تومي، خبرني بعزيز اللي من جفني سلب نومي، والله بعيد الشار على ولادي على ولادي، وقبل يوم عسن يومي فالك مرد بالدلال، فالك مرد بالدلال، ومنك ما قبلنا الفال، قل حسين بيا حال بيا حال، والله قل حسين بيا حال بيا حال، ويمتى سافر من الدار يعود لنا ويرد للدار. يقول بشر لما رأيت هذه المرأة تسأل عن الحسين عرفت أنها مفجوعة.
التفت على الوادم ونادى أظنها الحرة مدهونة. التفت على الوادم ونادى أظن هالحرة مدهونة. أقلها حسينكم ذبحوا، تقل حسين شلون؟ التفت على الوادم ونادى أظن هالحرة مدهونة. أقلها حسينكم ذبحا تقل حسين شلونه؟ عرفها أم البنين. ألم تعرفها يا هذا؟ لا. من هذه؟ قيل له ترى هذه أم البنين، أم أبي الفضل وأخوة العباس، هذه حليلة علي أمير المؤمنين، هذه البقية الباقية من آل البيت. والله عرفها أم البنين وقام ينشف دمعة عيونه. قالها عظم المعبود أجرك بالذي مفقود، أولادك بعد متعود قضوا حق الوفا وراحة وفدوى ظنوة المختار. بعد شي يقولها ترى هذا الكلام يؤلم أم البنين. هاي قالها وخبرنك بابو فاضل كفه بكربلاء ووفى.